عسلامة ومرحبا بكم في قناة كويزين ماي وفي فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبز التهوية بطريقة بسيطة برشا وبنينة برشا. اقعدوا معايا للآخر وتابعوني باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير بالتفاصيل، وما تنسيوش باش تشتركوا في القناة بالنسبة اللي يشوفني أول مرة، وتعملوا لي جيم على الفيديو وكومنتير بالطبيعة إذا كان عجبكم. اول حاجه باش نبداو بالبسكوي، خذيت 2 باكوات بسكوي سايده وخذيت الاطار هذايا. اللي ما عندوش اطار هذايا ينجم يعمل بكادر يصنعوا حتى من الكرتون ويغلفوا بالبابي الالومنيوم. توا باش نحط الطبقه الاولى متاع البسكوي. انا عملت نسكافيه نص كيس ماء فيه شويه نسكافيه مغرفه كبيره ومغرفه سكر. بالنسبه اللي ما عندوش نسكافيه ينجم يعوض بالحليب، ينجم يعوض بالقهوه متاع الكافيتير. دونك واحد ما يحيرش يعمل بالموجود عنده. توا باش ندهن الطبقه الاولى متاع البسكوي وباش نحي الطبق اكوتي وباش نبدا نحضر في الكريمه اللي هي خذيت 800 مليلتر حليب و8 مغارف سكر، عليهم مغرفه كاكاو، 2 ساشي كريم باتيسير تونيزيان. الحقيقة جربت أنا بالكريمة شوكولاتة، جربت طيبتها وعملت بها خبز تهوية ما جاتنيش بنينة كيما الطريقة هذه. المرة اللي فاتت عملت خبز تهوية وبارتاجيتها معاكم. الحقيقة عجبت برشا ناس، لكن فما مكونات فما برشا ناس ما عندهمش منهم. دونك برشا أسئلة جاتني على الكريم ليكيد بار اكزامبل وين نلقاها، نجم نعوض النوتيلا بحاجة أخرى. حسيت اللي فما برشا ناس ما ينجموش معناتها ياخذوا المقادير اللي انا عندي. خذيت لهنا شوكولا نوار، ما عندوش شوكولا نوار ينجم يعمل باتا غلاسي، اما هي الحقيقه الشوكولا نوار تبنن اكثر. قلت نعاود لكم خبزة الهوية بالطريقه هذه. توا باش نهز نطيب الكريمه وباش نرجع نصبها وهي سخونه فوق البسكوي. بالنسبه للكونتيتي نتاع الكريمه هذه تعملي 3 طبقات في الاطار هذايا. باش نحاول نوزع الكريمه وتو باش نعاود طبقه اخرى متاع بسكوي، لكن المره هذه مانيش باش ندهنها بالقهوه، على خاطر ديجا هي الكريمه فيها سوائل، دونك البسكوي مش يتشرب السوائل هذاك ومش يولي طري. نزيد الطبقه الثانيه متاع الكريمه، بالطبيعه يلزم واحد يضرب شويه باش الكريمه ما تجمدش. دونك يحط فيسع طبقة البسكوي ويحط الطبقة الثانية متاع الكريمة. تو باش نزيدو الطبقة الثالثة متاع البسكوي. هذه أسهل طريقة متاع خبز التهوية وبمقادير موجودة عند الناس الكل. كما تشوفوا باش نزيدو الطبقة الأخرانية. بالنسبة لكمية الشوكولاتة اللي حطيتها في الكريمة الشوكولا نوار حطيت 50 جرام، ما يعادل طابع كبير من باتا غلاسي ولا الشوكولا نوار طويب على كبار. توا هزيت حطيتها تبرد في الفريجيدير. توا باش نحضر الشونتيي. خذيت 100 مليلتر حليب عليهم 2 ساشي كريم شونتيي باش نحركهم مليح بالفوي. ديجا حبيت زادا نستعمل الفوي، حبيت نبسط لو ماكسيموم في خبزة الهوية لهنا، خاطر برشا حاجات ناس ما عندهمش باتور، ناس ما يلقاوش الكريم ليكيد بحذاهم. الحقيقة حبيت نعمل دي كريم موجودين ومتوفرين عند الناس الكل. كما تشوفوا هذه الكريم شونتيه متاعنا شدت روحها بالكدا. توا باش ندخلها للفريجيدير ونخلي كل شيء يبرد، ومن بعد نجبدهم ونكمل نخدم الطبقة الاخرانية متاع الكريم شونتيه. كما تشوفوا لهنا بعد ما بردت خبزة الهوية في الفريجيدير والكريمة شدت روحها، جبت الكريم شونتيه تاو وباش نحطها فوقها ونحاول نوزعها ونخليها مرطوبة من الفوق. نحل كريم شونتيه على الكريمة الكل الطريقة هذه. وبالنسبة للزينة من الفوق كل قدير وقدره.
نجم تزين باي حاجه عندك، بالبيدي شوكولا، باي حاجه، حتى ما عندك حتى شيء ترش فوقها شوكولي. كملت ستويت الكريم شانتيه، عندي شويه لوز شويه بيستاش. تو باش نعمل كادر هكا، نرش شويه لوز من الكادر متاع خبزة الهواء. باش نحط شويه لوز بالطريقه هذه، وباش نزيد نحط شويه فريز. قصيت عندي كعبة فريز قصيتهم في زوز كل كعبه، وباش نزين بهم الفوق. كملت عملت الاطار باللوز. تو باش نحط الفريزات متاعي بالطريقه هذه، ميم با مش خليها توا تبرد. نصيف ساعه ساعه ماكسيموم، ومن بعد باش نجبدها من الفريجيدير ونحي الاطار. كما تشوفوا حطيت الفريز. توا باش نحط شويه بيستاش. بيستاش ما عنديش برشا، ميم با 30-40 غرام، راهو مش برشا. باش نكمل نعمل اطار اخر بالبيستاش كيما تشوفوا لهنا. كملت زينتها. تو باش نحطها في الفريجيدير تبرد. لهنا عاود خرجتها من الفريجيدير، وباش نحي الكادر متاعي ونكمل نزينها ونقص ترانش باش تشوفوا من الداخل كيفاه جات. حطيت ديبير الهكا تاع حلوى فوق الفريزات. وعندي كعيبات فريرو روشي كملت زينت بيهم. هذه خبزة الهواية متاعنا، ان شاء الله تنال اعجابكم. بالنسبة لليوم باش نوريكم من داخل توا كيفاه جاتني، شادة روحها بالكدا بالكدا. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، وان شاء الله في فيديو جديد. اتري بيانتو، باي باي.